كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلام ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه، وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق من شفاعته الرقابا. لك الفضل المبين على عطاء مننت به، وضاعفت الثوابا. وأصلي وأسلم على رمز الكمال وسيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقف الناس يوم القيامة أمام الحوض، فمن الناس من يسقيهم سيدنا أبا بكر الصديق، وآخرون يسقيهم سيدنا عمر بن الخطاب، وآخرون يسقيهم سيدنا عثمان بن عفان، وآخرون يسقيهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وآخرون يسقيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخرون هم أسماء يجدون الكأس يرتفع على أفواههم بلا وجود أحد، ينظرون يمينا فلا يرون أحد، وينظرون شمالا فلا يرون أحد، فيجدون الكأس يرتفع على أفواههم وعلى شفاههم بلا وجود أحد، ويسمعون قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها الإخوة المؤمنون، نعود الآن إلى مأدبة القرآن في بلد القرآن وفي محافظة القرآن، المحافظة التي خرجت العلماء وأساتذة القرآن، وبها معاهد القرآن وجامعات القرآن، منها تخرج العلم وتخرج العلماء، وإن كانت هي جزء من هذا الوطن الأبي الذي كرمه الله بالقرآن وبخطى الأنبياء والمرسلين من أصحاب وأحباب الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، في ليلة وداع وتكريم الأم الراحلة رحمة الله عز وجل عليها المرحومة الحجة زينة عبد الحليم عمار، حرم المرحوم الحاج محمد سالم الحبشي. جئنا مشاركين العزاء الى الحاج عماد محمد سالم الحبشي والمرحوم الحاج السيد محمد سالم الحبشي، الحاج ماهر محمد سالم الحبشي، حاج عبد الفتاح محمد سالم الحبشي، وكذلك الحاج عبد الظاهر محمد سالم الحبشي، والحاج السعيد محمد سالم، استاذ عبد الظاهر السيد عمار، والدكتور خالد محمد عمار، والحاج خالد ماهر الحبشي، استاذ محمد السيد محمد الحبشي، عم الحاج عبد الرحمن سالم الحبشي والعائلة الكريمة. ايها الاخوة المؤمنون، نعود الان الى القرآن، وما اجمل ان نستمع الى القرآن من في اهل القرآن في بلد تقترب
تقترب من بلاد العلم والايمان وبلد العلم والعلماء. ايها الاخوة المؤمنون، نعود الان الى ادب القرآن، وقارئنا فضيلة القارئ الدكتور علي ابراهيم السبع، القارئ والمقيم بهذه القرية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله يبارك فيك. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. طغى الكافرون في الارض على العباد، وطغى الكافرون في الارض على الزرع والارض وما كان، وطغوا على الاديان. نسألك يا ربنا ان تنصرنا على القوم الكافرين. ختاما من رائعة سورة البقرة ومن اولى الصور الطوال، تلا علينا قارئنا فضيلة القارئ الدكتور علي ابراهيم السبع في هذه الليلة القرآنية التي تنقل تكريما للأمة الراحلة رحمة الله عز وجل عليها، المرحومة الحجة زينة عبد الحليم عمار، حرم المرحوم الحاج محمد سالم الحبشي. اشكر كل من جاء وحضر مقدما واجب العزاء، ولا ننسى الشكر موصول الى صاحب الهندسة الصوتية المهندس محمد السيد فياض. اما الفراشة الكبرى لصاحبها المهندس اشرف فتحي، الهندسة الضوئية لصاحبها المهندس صلاح فتحي. اما الخدمات الفندقية اولاد الحاج السيد عجوة، والمقيمون جميعا بجميزة بني عمرو مركز ومدينة ديار بنجم شرقية. اما المداخل الكهربائية التي تتزين وتتجمل تحت ادارة صاحبها المعلم اسلام الصياد. اما الاخراج الفني عبر الشبكة العنكبوتية لصاحبها فيديو اولاد الدسوقي ابو سما، والمقيم بالمناحرين. مشاركين العزاء الى الحاج عماد محمد سالم الحبشي، مرحوم الحاج السيد محمد سالم الحبشي، حاج ماهر محمد سالم الحبشي، وكذلك الحاج عبد الفتاح محمد سالم الحبشي، الحاج عبد الظاهر محمد سالم الحبشي، حاج السعيد محمد سالم، والاستاذ عبد الظاهر محمد عمار، دكتور خالد محمد عمار، حج خالد ماهر الحبشي، استاذ محمد السيد محمد الحبشي، والحج عبد الرحمن سالم الحبشي. ايها الاخوة المؤمنون، الان ينفصل بنا الارسال على امل المعاودة مرة ثانية عقب صلاة العشاء. دمتم في رعاية الله، والبقاء والدوام لله.